من شويه كنت قاعد مع ابن اختي فبقول له اتكلم معايا كده واقترح عليا حلقه اصورها، لان انا مش مجهز اي حلقات بصراحه، يعني في شويه مشاغل عندي في الشغل. فقلت له اقترح عليا حلقه لان انا مش مجهز. فقال لي ايه رايك يا خالو ما تتكلم عن عدم الرضا؟ بصراحه كان الموضوع بالنسبه لي جميل جدا، لاني انا شخصيا مريت بحاجه زي كده، وكلنا بنمر بنفس المشكله تقريبا. قعدت افكر كده، طب عدم الرضا ما هي دي حاجه شائعه جدا عند الناس وناس كتيره وتعرف سببها ايه. فخليني اقول لك ان احنا هنتكلم النهارده من منظور مختلف تماما، وان شاء الله يعني الحلقه تكون جميله وسلسه وبسيطه، وباذن الله كلنا نستفيد وتبقى حلقه خفيفه على قلوبكم كالعاده. انا احمد عبد الحميد، والنهارده جاي لك في حلقه جديده عن عدم الرضا. لما جيت اقسم الموضوع لنقط او فقرات لقيت ان الموضوع بيرتكز على 7 أو 8 نقط أساسية ما بيخرجش عنهم. ولكن الأول خلينا نتكلم في الموضوع حاجة حاجة. عدم الرضا من المشاكل اللي هي علاجها سلوكي ومعرفي، بمعنى ان انت ممكن تبقى عارف هي سببها ايه وعارف حلها ايه، بس انت ما بتعرفش تعمله. وده الجزء الأهم من الفيديو، هو ده السر هنا. ودي جزئية انا هتكلم فيها ان شاء الله باستفاضة وهشرحها بالتفاصيل جدا، لان هي دي الحبكة بتاعت الموضوع كله. خليني قبل ما اخش لك في الموضوع اقول لك حاجه صدق فيها احمد عمر. كنت في مره بسمع له قال حاجه هي فعلا يعني مهمه جدا، ممكن ما تكونش هي السبب الاساسي 100%، بس يعني هي حاجه مهمه جدا، يعني لازم احنا نبقى عارفين. الاكتئاب، القلق، الحزن، المعاناه سببهم رفض للماضي. الخوف، القلق، الرعب سببهم رفض المستقبل. الزهق، الملل سببهم رفض الحاضر. فمهم جدا تفهم الكلمتين الصغيرين دول. في هنا عامل مشترك ما بين الكام شعور دول، وهو الرفض. رفض مستقبل، رفض ماضي، رفض حاضر. فهنا فعلا زي ما قال دكتور احمد عمارة ان الرفض عكسه التسليم. المفروض ان احنا نسلم كل حاجه لله، بلا من اسلم وجهه لله. مش عايز اخش في حته الدين واتكلم بمنظور علمي اكتر، بس لو انت شخص مسلم، لو انت على دين الاسلام في حياتك، خليني اخدك في حته ثانيه كده على جنب، وده للناس اللي هي على دين الاسلام. مبدئيا كده هسألك سؤال، دينك هو ايه؟ الاسلام. طب اسلام دي جايه من ايه؟ يعني معناها لو احنا جينا فككنا الكلمه هنلاقي ان الاسلام جايه من كلمه تسليم. تسليم كل حاجه بقى، يعني انت هتسلم مشاكلك، هتسلم حياتك، هتسلم مستقبلك، هتسلم ماضيك، هتسلم حاضرك، كل ده هتسلمه لله. فلو انت شخص مسلم ما ينفعش تحس ابدا بالحاجات دي. مش هستفيض في المنظور الديني بحيث ان الكلام يبقى بالعاميه، خلينا نتكلم بالمنظور العلمي او الشخصي بتاعنا. فاحنا زي ما قلنا من شويه، موضوع عدم الرضا هو بيرتكز على 7 أو 8 نقط اساسيه، هو مش هيخرج عنهم، هو هيبقى محصور ما بين ال7 أو 8 نقط دول. اول نقطه مهمه هي المقارنه المستمره. الناس اللي هي دايما بتقارن نفسها بالاخرين. فلو انت بتقارن نفسك بالاخرين باستمرار، خصوصا على السوشيال ميديا، فانت لازم تعرف ان ده سبب اساسي للمشكله دي، لان انت هنا بتشوف حياتك قد ايه هي قليله. فللاسف هي السوشيال ميديا فقدت غرضها الاساسي واصبحت منصات استعراض، ما بقتش هدفها الاساسي اللي هي كانت عليه، وهو التواصل الاجتماعي، وان احنا نربط العالم كله ببعض. للاسف احنا ما ربطناش العالم ببعض، احنا ربطنا حياتنا ببعض. اصبح دلوقتي انا عايش في كاركتر معين او في كارير معين، ببص على الكارير بتاع اللي جنبي او التاني، هو على قد ما هو ظاهر حلو في الصورة على قد ما انا احس نفسي ان انا قليل. فدي كانت من ضمن الكوارث اللي احنا لازم كنا نحطها في الاعتبار. بالنسبة للنقطة الثانية، وهي ممكن تكون مرتبطة بالنقطة الاولانية، وهي التوقعات العالية. انك دايما بتحط نفسك في توقعات انت مش قدها. هنا التوقعات العالية دي بيكون ليها معايير ممكن تكون صعبة، هي مش مستحيلة بس صعبة. بس هنا الصعب ممكن يشتتك، لان انت برضو ليك قدرات معينة، لازم لو انت هتستخدم القدرات دي تستخدمها بمعايير معينة. فانت هنا التوقعات العالية دي انت بتعمل ترابل شوت رهيب. فضروري جدا ان انت تبقى عارف ان اي انجاز انت مطالب منك انك تعمله لازم يبقى قد قدراتك وقد معاييرك، عشان خاطر ما تحسش قد ايه انت قليل. وعلى فكرة الحاجات الصغيرة هي اللي دايما بتوصلنا للحاجات الكبيرة. فاوعى تستهون، انا ما بقولكش استهون بالحاجات الصغيرة، ولا بقولك ان انت ما تعملش، لا اعمل واسعى وخطط وحط معايير كويسة جدا توصلك لهدفك الاساسي. بس دايما قسم الموضوع اجزاء، كل جزء فيهم يناسب معاييرك. انا بالنسبه لي كاحمد، كموضوع ان انا اصور حلقه ده هو بالنسبه لي كبير جدا، وعايز اديله وقت اكبر من وقته، وعايز اديله حجم اكبر من حجمه، وعايز اقعد ابقى متفرغ كده. بس للاسف ده خارج عن معاييري، لاني هل ده معناه ان انا شخص قليل او شخص سيء؟ يعني لا خالص. الموضوع هو معايير. انا عندي شغلي وعندي حياتي وعندي بيتي وعندي مشاغل تانية وعندي دراسات اللي بدرسها وحاجات تانية كتير. اذا هنا دي المعايير.
فانا المعيار بتاعي اتحدد بناء على الحاجات دي. اذا انا هصور حلقه واحده في الاسبوع، خلاص ده اللي يناسبني. مش لازم اصور كل يوم، مش لازم اصور مرتين في الاسبوع، عادي كده ماشي صح وكده ماشي صح. لما تتوفر الفرصه او تيجي لي الفرصه ان انا ابقى خلاص هيأت حياتي كلها للمجال ده، استمر فيه وادي له حق وادي له حجم اكبر من حجمه. دي كانت نقطه. من الحاجات التانية برضو هي عدم وضوح الاهداف، وهنا النقطه دي ممكن يكون البعض عارفها والبعض التاني ما يعرفش عنها اي حاجه. عدم وضوح الاهداف هنا، انت حتى لو بتتحرك هتحس بتعاسه وهتحس ان الموضوع صعب وهتحس بتعب وضياع وقد ايه انت بني ادم فاشل. فحلو جدا ان انت عندك طاقه، وحلو جدا ان انت عندك شغف، وحلو جدا ان انت عندك امكانيات، لكن حدد هدفك. انت تستغل كل الكلام ده في ايه؟ فدي كانت من ضمن النقط المهمه اللي ممكن تكون مرتبطه بعدم الرضا. رابع نقطه بشوف ان هي اساسيه جدا جدا وسبب اساسي للموضوع هو التركيز على النقص. ودي تقريبا ليها علاقه بالبرفكشنزم اللي هي كانت عندي اللي انا اتكلمت فيها الحلقه اللي فاتت، وهو انك بتسيب الحاجات والنعم والنجاحات اللي انت حققتها وتسيب كل معيار موجود فيك وتمسك في الحاجات اللي ناقصاك، مع العلم ان الحاجات الصغيره دي والنعم اللي انت بتتجاهلها ممكن تبقى سبب اساسي ان هي تعوضك عن نقص حاجات هي اضعاف اضعاف. ودي الحاجه بفضل الله انا جربتها فعلا وفرقت معايا جدا. مجرد ما بدات ان انا اركز على الحاجات اللي هي موجوده فيا والنعم اللي ربنا مديها لي والنجاحات الصغيره اللي انا حققتها، بدات الاحظ ان حياتي كلها بدات ان هي تزدهر، يعني سواء في شغل او في بيت او في علاقات او في مواقف او في حاجات تانية كتير. لا الموضوع فرق معايا جدا، شهاده لله يعني. فدي كانت نقطه مهمه جدا برضو، وهو انك تركز على النعم اللي ربنا مديها لك، وركز على الحاجات اللي انت عرفت تنجح فيها، وركز على معاييرك، واوعى ابدا ابدا تركز على ناقصك. الدنيا ما بتقفش على الحاجات اللي ناقصاك، الدنيا لو انت ما اتحركتش مش هتستناك. فضروري جدا ان انت تتحرك، وضروري جدا ان انت ما تقفش، بس حدد هدفك زي ما قلنا في النقطه اللي قبل كده. من الحاجات برضو اللي ممكن تكون سبب في انك تعاني من عدم الرضا، بشوف ان هي بتنقسم لجزئين. يعني النقطه دي انا هقسمها لجزئين، جزء العيله وجزء المجتمع، او ان انا هدمج الاثنين مع بعض، العيله والمجتمع. لان هنا انت بتحس بضغط هو هيحسسك بعدم رضا، لان انت اوريدي مضغوط واوريدي انت بترضي الاخرين، سواء بقى بترضي عيلتك او بترضي اصحابك او بترضي اهلك او اخواتك، امك ابوك اهلك. هنا في فرق كبير جدا ما بين بر الوالدين وما بين انك ترضي الوالدين. ودي نقطه لو احنا هنتكلم فيها فهي محتاجه استفاضه كبيره جدا، وهي انك عشان تعرف الفرق ما بين الاثنين، لان الموضوع هنا كبير وفي ناس بتختلط في الامرين. النقطه رقم 6 لاسباب عدم الرضا هي التجارب السابقه، وخصوصا المؤلمه، سواء بقى خيبه او فشل او نقد متكرر ساب اثر كبير جواك. كل دي حاجات ممكن تسبب لك عدم رضا. فضروري جدا ان انت لو مريت بحاجه زي كده انت لازم، فضروري جدا انك تتشافى منها، ولو هي مسببه لك صدمه تعالجها، لان دي من ضمن الاسباب المهمه الرئيسيه. برضو هم كلهم اسباب مهمه ورئيسيه، بس دي من ضمن الاسباب المهمه جدا جدا جدا، لان دي حاجه يمكن اغلبنا او معظمنا مر بيها. مين ما مرش بحاجه زي كده؟ ايا كان بقى فرق الطبقات، ايا كان فرق المجتمعات، كلنا مرينا بنفس الحاجه يعني. فهنا الحل انك تتقبلها او تتصالح معاها، او انك تتشافى منها باي طريقه تانية. النقطه رقم 7 ودي من النقط اللي انا كنت بمر بيها برضو، هي الاجهاد وعدم الراحه. مهما كانت حياتك جميله، ومهما كنت عملي، ومهما كنت ناجح، ومهما كنت شاطر، ومهما كنت بتعمل اي حاجه كويسه، لو انت حسيت انك تعبان كل حاجه تبقى بالنسبه لك سيئه، وده هيودينا لشعور عدم الرضا. فمهم جدا زي ما انت بتخصص وقت لشغلك واهدافك وحياتك وعلاقاتك، انت مهم جدا انك تخصص وقت للراحه لنفسك، وهنا انت بتفصل فيه عشان ما تحسش ان انت في اوفرلود عليك فتحس بشعور عدم الرضا. النقطة رقم 8 الأسباب عدم الرضا، أهم عنصر أساسي وأهم نقطة تخص شعورك بعدم الرضا. كل اللي فات ده كان كوم، والنقطة الأخيرة دي كوم تاني، ضعف العلاقة مع الذات. مفيش علاقه مع الذات، انت هنا العلاقه معدومه. سواء هنا بقى انت بتقسى على نفسك او بتجلد ذاتك او مش متقبل اخطائك، فانت لازم تعرف ان كل الحاجات دي هي سبب اساسي لشعورك بعدم الرضا. ما تقساش على نفسك، ما تجلدش ذاتك، ولو على الاخطاء فاحنا البني ادم بطبيعته خطاء وكلنا خطاؤون. فافتكر دايما ان لولا الخطا احنا ما كناش وصلنا للصح. توماس اديسون لما جه عمل اختراع ما نجحش معاه من اول مره، ده مر بحاجه و90 تجربه عشان يوصل للصح. ايه فانت هنا عادي، فايه لما نغلط مش نهايه العالم. غلطك ده هو اللي هيعرفك الصح ايه، غلطك ده هو اللي هيبقى سبب نجاحك، غلطك ده هو اللي هيخليك دايما طول الوقت صح. فتكبر حاجه زي كده وافهم ان دي سبب من اسباب شعورك بعدم الرضا. كلمتين من اخ لاخوه. حلو جدا انك تبقى طموح، حلو جدا انك تبقى مجتهد، حلو جدا انك تبقى شاطر، حلو جدا انك يبقى عندك طاقه، بس اوعى تقارن نفسك بحد. ما تقارنش نفسك بحد ولا تقارن نفسك بالاخرين. فانت لازم تفهم ان عادي الانسان هنا بطبيعته ما بيعرفش يعمل حاجتين في وقت واحد. فانت يا اما هتركز على الاخرين وتفضل في مكانك، يا اما هتركز على نفسك وتسبق الاخرين. فلو انت حاطط ليك هدف في الحياه فانت قطعت نص المشوار، ان انت اوريدي حددت هدفك. نص المشوار التاني هو انك تركز على هدفك
تشوفش حد تاني، تمشي هو طريقك، هدف يعني هدفي. وده والله العظيم بيحصل لي دلوقتي على اليوتيوب. يعني يمكن انا بتعب عشان بعمل حلقه، بنزل 0 مشاهدات، 0 لايكات، 0 مش عارف ايه، انا كل ده بالنسبه لي ولا حاجه. خلاص انا هدفي ان انا هبقى بريزنتر شاطر، او هدفي ان انا ابقى يوتيوبر بالنسبه لكم كويس، او حد مقبول، او حد ممكن لكم تجربته يفيدكم. خلاص انا هنا هدفي اتحدد، ايا كان رد الفعل انا خلاص هدفي يعني هدفي. مش هبص بقى كل الكلام اللي انا كنت بكلمكم فيه من شويه ده، اللي هو سواء بقى لايكات، فيوهات، اشتراكات، الكلام ده كله بالنسبه لي انا، كل ده بالنسبه لي شكليات. فخلاص بقى خلينا نشق طريقنا كده كده، دي حاجه هتيجي مع الوقت. فموضوع عدم الرضا خلينا نقول ان هو علاجه سلوكي ومعرفي، عامل بالظبط زي الجيم. انت عارف ان الجيم مفيد لصحتك، وعارف ان الجيم هيفرق معاك جدا وهيعمل لك عضلات وهيخلي حياتك احسن، بس انت ما بتنزلش جيم، حاجه معروفه بس ما بنعملهاش ليه؟ لان هنا الموضوع بيحتاج انضباط. وشعورك بعدم الرضا نفس الكلام، انت عرفت اسبابه بس اسبابه محتاجه انضباط. للاسف دي حاجه منتشره جدا في الزمن اللي احنا فيه ده، وهي ان احنا ممكن نبقى عارفين ان احنا عندنا مشاكل معينه ونبقى عارفين حلها ايه، وللاسف برضو ما بنعملش الحل، لان احنا هنا خلاص بقينا مقيدين او علينا نبرمج على المشكله. فانا هنا هكلمك في حاجتين، اخر حاجه هنتكلم فيهم بعد كده هختم الحلقه، هي انضباطك في انك تطبق كل اللي انا كلمتك فيه ده، او تطبق كل اللي انت عارفه او اللي هو هيوصلك لهدفك. الحاجه الثانيه هي برمجه عقلك الباطن. وموضوع برمجه عقلك الباطن ده خلينا احرق لكم الحلقه من دلوقتي، فان شاء الله في حلقه جايه عن برمجه عقلك الباطن، وقد ايه هو ليه تاثير قوي جدا 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 في اي حاجه انت بتحسها مع نفسك، وليه علاقه بصوتك الداخلي برضو. فمهم جدا انك تعرف اكتر عن عقلك الباطن، وتفهم هو بيشتغل ازاي، وتفهم هو بيتحكم في ايه في حياتك، لان هو غالبا بيتحكم في حياتك كلها. فدي حلقه ان شاء الله هنعملها وهنتكلم فيها باستفاضه عن برمجه العقل الباطن. اتمنى الحلقه دي تكون مفيده ليكم، لو مش كلكم استفدتوا، حتى لو حد واحد استفاد فانا هكون مبسوط. وان شاء الله الحلقه الجايه تكون احسن، وانتظروني في حلقه جديده. مع السلامه.